الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد لقاؤنا بحول الله تعالى ومنه وكرمه مع ألفية الإمام الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى، نظم الدرر السنية في السير الزكية في سيرة سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبالإسناد إليه رحمه الله قد بلغنا إلى باب ذكر صفته صلى الله عليه وسلم. مر معنا في سرد المجالس في سرد الأبواب السابقة ما تيسر من أبواب تتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمل الأحداث التي كانت إبان مبعثه وحين مولده وذكر نسبه الشريف الطيب الطاهر، وأبواب أخرى سبق سرد ما تيسر منها وذكر بعض اللطائف حولها. واليوم إن شاء الله تعالى سيتجدد هذا الشوق بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم بباب ذكر صفته وشمائله. وقد سبق وأن ذكرنا لكم بأن المؤمن لا يكمل إيمانه، بل أصل إيمانه وكمال إيمانه مرتبط بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفته وتقديره وتعزيره وتعزيزه وتمام المحبة له صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا بأن أصول التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم تنبني على 5 أمور: معرفته ومحبته واتباع سنته ونصرته وذكر سيرته صلى الله عليه وسلم. هذه من الأشياء التي تكلمنا عنها وذكرنا أدلتها وذكرنا بعض الأمور المتعلقة بها. واليوم إن شاء الله تعالى سنذكر طرفا مما يتعلق بشمائله صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب عظيم جدا، وككل أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم التي فيها خلاصة الدين ولبه وزبدته، غير أن ذكر صفته صلى الله عليه وسلم وشمائله بأنواعها الثلاثة بعض الناس صار يدرسه وهو يظن بأنه يصف ملامح شخص يريد أن يتخيله. هذا قصارى ظنه في حديث الشمائل، وهذا عياذا بالله تبارك وتعالى قصور وتقصير في معرفة القدر النبوي له صلى الله عليه وسلم بما عظمه ربه وما جعله عليه. فباب الشمائل ليس هو وصفا مجردا الغرض منه تخيل الصورة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم ذاتا ومعنى وحقيقة. وبهذا المثلث ننظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل ذلك في قوله تعالى: محمد رسول الله. هذه الجملة الاسمية مبتدأ وخبرا ليس المراد منها ظاهر المعنى الذي يفسر به أنه موصل من عند الله وفقط، هذا بعض معاني هذه الجملة. وإلا فالمراد أو من المعاني، والله تبارك وتعالى لا تنتهي معاني كلامه جل في علاه، من معانيها أن محمدا، ولذلك جيء باسمه الشريف الذي هو أعظم أسمائه في عالم الدنيا، محمد،
وهو من أشملها، بل إنه من جملة ما يذكر العلماء في الربط بينه وبين شمائله، كما سيأتي معنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن الذباب يحط عليه تكريما لذاته. قال ومن معاني ذلك في اسمه محمد أنه ليس فيه حرف معجم منقوط ليوافق الاسم الرسم. واضح؟ فمحمد من حيث هو المسمى محمد كله رسول الله. واضح؟ وليس معنى اعلموا أنني أرسلت لكم ذاك، لا، هذا ليس هو المعنى، هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا. المراد أن محمدا أي هذا المسمى محمد من حيث هو كلا وفصلا وجزءا وظاهرا وباطنا ومعنى وبعدا وقبلا رسول الله، كله تتجسد فيه الرسالة والإلهية من الله تبارك وتعالى، العطاء الرباني من الله. فمحمد كله رسول الله. وعليه فحينما تأتي وتتكلم عن وصف عينيه أو عن وصف لونه أو عن وصف قده وطوله واعتداله، دائما أن تستحضر أن كل جزء هو رسالة من الله إليك. فإياك أن تتكلم عنها كأنك تتكلم عن شحم وحدقة، أو أنك تتكلم عن جلد وشعر، معاذ الله. وبهذا التأصيل ستفهم لماذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقدرون رسول الله ويعظمونه ويهابونه ويحبونه ويرون فيه ما لا يراه غيرهم ممن لم يذق ذوقهم أو لم يعرف رسول الله معرفتهم، ناهيك عمن عياذا بالله ممن خذل أو عاد. واضح؟ ولذلك كانوا يتبركون بشعره ويتبركون بنخامته، بل تبركوا بالماء الخارج منه، ولا يقول العلماء من بوله، بل شرب عبد الله بن الزبير من بوله من دمه. وكل هذا ليدل على أنه في أجزائه ليس كغيره، لأنه رسول الله، فكل جزء منه متعلق بالرسالة ومتعلق بالله. فإياك أن تدرس الصفة والشمائل وأنت تعد الجلد واللون والزغب والأمداد، لا 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 لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جزئية استحضر أنه إيش؟ رسول الله. بل استحضر أن ذلك الجزء أنت مأمور من الله بأن تتمعن فيه، لأن فيه وحيا من الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى هو كله ذاتا ومعنى ظاهرا وباطنا وحي يوحى. ومن أراد أن يحصر فقد خالف ظاهر القرآن. وعجبا لبعض المخذولين يأتي لله فيأبى إلا الظاهر ويرفض التأويل، والتأويل في الغيب أحق. فإذا جاء لرسول الله وهو الذي معنا في الظاهر ومن المخلوقات أبى الظاهر وجنح إلى التأويل، ليدل على أنهم عندهم انتكاس في الفهم. فهمتم المعنى؟ يأبى التأويل في الله وهو غيب. التأويل إليه نحن في التأويل إلى التأويل فيه أحوج. وفي رسول الله العكس، أن نحمل على الظاهر ذلك أليق، فهو يؤول فيما يحتاج إلى الظاهر يكون مؤولا، وفيما يحتاج أن يكون مؤولا يكون ظاهريا. منه مثلا أن الله تبارك وتعالى مما جلل به الذات المحمدية أن الله تبارك وتعالى، يعني لأن نحن قلنا بأن من صور إجلال الله لنبيه أنه جعله نورا. لأن نحن قلنا الشمائل سيكون فيها الآن 3 مستويات: ظاهر وباطن وحقيقة، صورة ومعنى وحقيقة. الحقيقة هي التي كانت في عالم النور، في عالم الذر،
في عالم الملكوت قبل أن يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا نبيا. وقد استدللنا على ذلك بأدلة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فبإجماع العلماء على أن المراد بقوله نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي هنا من يريد أن يحجم معنى الآية وينقص من دلالتها، فيقول المراد أنه يهدي. هذا بك ولا بلا بك؟ هذا مفروغ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واضح؟ ولكن لماذا تريد أن تسلب عنه النورانية وأنه صلى الله عليه وسلم نور في أصله؟ واضح؟ وقبل أن يكون جسدا وروحا كان نورا صلى الله عليه وسلم، كما تشهد له بذلك الأحاديث، كما في آية العهد التي سبقت معنا في آل عمران. وبدليل أن في ثنايا السيرة كما في الشمائل نجد أن بعض الصحابة وصفه بأنه لا ظل له، والذي لا ظل له ما هو؟ هو النور. وأن مدينته وصفت بالمدينة المنورة كما في شعر حسان وغيره. وأن الله وصفه بأنه سراج منير وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأنه صلى الله عليه وسلم كما قال أنس والصحابة وأجمعوا على ذلك لما دخل المدينة أنار فيها كل شيء، فلما توفي صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء. دليل على هم يتكلمون الآن عن شيء يتجاوز المشاعر والعواطف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما مشى معهم فأضاءت لهم الطريق في الليل. وثبت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من الصحابة من استأذن منه ليلا فأمره أن يذهب وأشار أمامه فما زال يمشي في نور حتى بلغ بيته. وصحابي آخر أخذ منه عصاه فمسها بيده الشريفة فكان في رأسها نور قاده إلى داره. إذن فقوله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور ينبغي أن نفهمها بعمومها وشمولها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جدير بذلك، لأن الله تبارك وتعالى جعله نورا. بل من المعاني التي فسر بها قول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره، قيل بأن المراد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر بالنور في سورة النور. إذن فهو صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله له وصفه بالنور، وجعله العهد كما ذكرنا في آية آل عمران، وذلك قبل الخروج إلى عالم الأشباح، عالم الملك. كما أن الله عظمه فأقسم به وله، وهذا لا يقع إلا لعظيم ربنا جل في علاه أمرنا بتعظيمه لأنه سبحانه هو الذي يعلم حقيقته. وسبق أن قلت لكم في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، هذه ليست مجرد ثناء فقط منه تبارك وتعالى وأعظم به من ثناء ومدح، بل كأن الله تعالى يقول لنا انتبهوا أنا العظيم خلقت خلقا اسمه محمد وأثنيت عليه بأنه عظيم. كأن الله تعالى يريد منا أن ننظر إلى عظيم صنعته في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل إذا قرأت شمائله وصفته على أنها لحم وعظم وشحم كان فيها من العظمة التي تشير لها هذه الآيات؟ والله كما قلت لك أقسم به وأقسم له، الله تبارك كان يقسم به كما في سورة في أقوال عديدة في سور كثيرة. والقرآن كما قلت لكم يعني محور أو من المحاور الكبرى بعد الله تبارك وتعالى وتوحيده هو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم محمد، حتى أحصى العلماء نحو من 272 موضعا خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يربع على ثلث القرآن. واضح؟ في أزيد من 1500 آية. واضح؟ كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص العلماء على أن نحو من 30 سورة افتتحت به صلى الله عليه وسلم، وأزيد من 30 سورة ختمت به صلى الله عليه وسلم.
فإذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن يبين على أن ما يتعلق به ليس أمرا معتادا، وأنه يمر المرء عليه مرور لا أقول الكرام بل لئام إن كان بهذا الجفاء عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذلك ما زال العلماء سلفا وخلفا يهتمون بشمائله صلى الله عليه وسلم على أنها ليست ذاتا عادية. هناك ظاهر وهناك معنى وهناك حقيقة، ولذلك إياك أن تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن تجدد هذا الاعتقاد وأن تصلح هذا الظن. واضح؟ ولذلك حينما سيأتي ما تجيش مثلا وتذكر باب ذكر منائحه، باب ذكر دوابه، وتقول هذا فصل يتعلق بالحيوانات، حل قاعدين لنا في نصير جيوغرافي ولا تنهضروا في الحديقة. لا، هذا شيء تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون لك فيه معنى وأن يكون لك به وصال واتصال، ولو بالمحبة والتقدير، أن تحب حماره وأن تحب نعله وأن تحب فراشه وأن تحب سيفه وأن تحب رمحه وأن تحب متاعه وفراشه. وهنا سترى كيف سيعظم عندك قدر أمهات المؤمنين، قدر صحابته، قدر الخلفاء الراشدين، قدر العشرة المبشرين بالجنة، قدر أهل بدر، قدر شهداء أحد، قدر القراء الذين قتلهم الرعينيون، وقس على ذلك، لأنك أنت نشئت على التعزير الذي أمرك الله به لتعظموه وتعزروه وتوقروه، وقرئ في الشاذ وتعززوه من التعزيز لأنه عزيز كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز صلى الله عليه وسلم. فهذه العزة وهذا التوقير وهذا التعظيم ينبغي أن يكون بهذا القصد، بحيث لا تدرس حرفا ولا تتلوه إلا وأنت تستحضر هذه العظمة وهذا التعظيم، وإلا فدع عنك سرد سيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا هذا من معاني محمد رسول الله، إن هو كله وحي فلك فيه إشارة ولك فيه عبارة ولك فيه رسالة ولك فيه وصال ونوال، وعليك أن تحرص على اقتناصه. وهنا يتنافس المتنافسون، والله تبارك وتعالى يفاضل بين من شاء من عباده. ولكن أنا قصدي إياكم أن تسردوه سرد عياذا بالله الجفاء أو العظيم، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر حبا وأجل وصفا وأكثر هيبة وأكثر شوقا، ولذلك كانوا يسألون عن مرافقته في الجنة، لأن الجنة بكل ما فيها من نعيم لما علموا من نعيمه لا تسوى عندهم شيئا وهم ليسوا مع رسول الله فيها صلى الله عليه وسلم. وحينما يقول الله تعالى عنه بأنه نور، وأنت تأتي وتصف لنا الحور العين بأنه لو فسح لنورها لأضاءت به السماوات والأرض، هذه حور عين وأنت تجل نورها. ورسول الله الذي قال الله تعالى عنه نور، تتكلم عن نوره بحال تنهضروا حنا على شي بيل ديال العشرة ولا ما عرفتش ما هذا الخذلان. إذن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم كانت تجلياته تختلف باختلاف بواطن الناظرين إليه، ولذلك منهم من رأى النور من الصحابة من لم يرى نوره صلى الله عليه وسلم، إما رأفة منه صلى الله عليه وسلم وإما لكونه ليس كالسابقين، ومنهم من رأى الهيبة كما في أعدائه، ومنهم من لم يره كما في بعض أحاديث السيرة كما سيأتي معنا في أبي جهل لما هم به فذهب فلم يجده. وهذا دليل على أن الذات المحمدية عليه صلوات ربي وسلامه عليه ليست كباقي الذوات. طيب أين اختفى؟ هذه كما قلت لكم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته وحقيقته ومعناه ليس كباقي الذوات، وهذا ليس بمستحيل في المعتاد فضلا عن النبي الهادي، وتوضيح ذلك وشرحه يطول. ولكن قصدي هنا أن أبين أن هذا الأمر ليس على ما يظنه بعض الناس.
ولذلك حينما ذكرنا حديث ولادته صلى الله عليه وسلم وأن أمه رأت نورا أنه على الحقيقة وأنها ليست رؤيا منامية وأنه من دلائل الرضا عليها من الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى بارك في رحمها كما بارك في صلب أبيه عليهما السلام رضوان الله عليهما معا. إذن فهذه النورانية مستمرة وهي أصل دراستنا أو صدنا. نحن هنا لا ندرس ولكننا نسرد للتبرك ولتجديد العهد بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنختم هذا المتن المبارك. إذن فاستحضروا هذا الأمر وتشوقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر صفته واستحضار كرامات الله فيها ومعجزاته معجزاته تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاته. فهذا جدير بأن تقوى المحبة ويقوى التعلق ولعل الله تبارك وتعالى يمن على المؤمن برؤيا صادقة فتأتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارة بخير الدنيا والآخرة. جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم منهم. قال الحافظ رحمه الله يعني تذكرت شيئا هنا. هل يعني أولم يكن سيدنا جبريل يتشكل ويتجسد؟ وهل كانت حقيقته تذهب تمحي؟ واضح؟ إذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذن في حيز الإمكان هذا ممكن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى أكثر من ذلك. نحن سبق وأن قلنا بأن في وصف عائشة رضي الله عنها له بأنه كان خلقه القرآن أن فيها من التعظيم أنه نزل منزلة القرآن. ولذلك بعض أهل العلم يقول القرآن نوعان: القرآن المتلو وهو الذي أنزله الله علينا فحفظناه في السطور ووعيناه في الصدور. واضح؟ جعلنا الله وإياكم من العاملين به. والقرآن المجلو، القرآن المتلو والقرآن المجلو الذي جعل معاني القرآن جلاء ظاهرا تطبيقا تفعيليا وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأضيفه للمعاني الثلاثة التي ذكرنا في شرح حديث كان خلقه القرآن. من معانيها أنه هو كله قرآن مجلو. ألسنا نقول بأن كتاب الله المنظور في الكون وكتاب الله المستور القرآن. إذن آيات الله تعالى في الكون كله. إذا كان هذا الكون كله آية فما هي آيات الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم؟ سيكون هو الآية الكبرى صلى الله عليه وسلم الذي رأى من آية ربه الكبرى. لا بد أن يكون هو الآية التي هي أكبر الآيات. واضح؟ ولذلك من معاني قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر أمددناك بأكثر كل شيء فأنت عندك لبه وحقيقته كما سبق وأن ذكرنا لكم. هو ليس فقط رحمة مهدى بل الرحمة في كوثرها العام أعطاه الله إياه. يعني هذه الكوثر فقها خصال شمائل أخلاق معاني حميدة كل ذلك أعطاه الله إياه. عندك تفسرها بالنهر وحده. لذلك كان من التنوع عن السلف فسروها بأشياء كثيرة. واضح؟ إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن المجلو بمعنى أنه هو نفسه معجزة ولا تنقضي عجائبه في كل ذرة منه وفي كل جزئية تتعلق به صلى الله عليه وسلم. وبهذا الشعور وبهذه العقيدة وبهذا التصور اليقيني في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستختلف دراستك لسيرته وفهمك لسنته واتباعك لشريعته واعتصامك في نصرته وحبك لصحابته. كل ذلك سيختلف وستنقشع عنك الشبهات فيما يتعلق بالتعلق به وببركته وبروضته وبآثاره ومسجده وتنقلاته في أرضه وسماواته. كل ذلك سينقشع عنك لأن أصل الداء تصورك لشخص وحقيقة سيدنا رسول الله ظاهرا ومعنى وحقيقة نورا وعهدا وسيرة صلى الله عليه وسلم. وندخل إلى الألفية بإذن الله تعالى لأن الحديث هنا يطول. بسم الله بسم الله.
وإني لتعظني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. قال رحمه الله تعالى يعني من لطيف ما كان ذكر بعض شيوخنا أن رجلا نظر إلى خنفساء فاستحقرها، قال ما هذه الخنفساء؟ قال فبعد مدة ابتلي بمرض فلما جاءه الحكماء والطبيب شخصوه فقالوا مرضك على شدته ميسور علاجه، ولكن دواءه في شحم صغير يكون في الخنفساء، إن أخذته عشت وإن فاتك لا حياة لك دونه. فكان يقول هذه الخنفساء فيها آية وحياة، لما فاته التدبر فيها ابتلي بالاحتياج إليها. فنعوذ بالله أن يفوتنا التدبر لذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر صفته صلى الله عليه وسلم: وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال، بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره. هنا على الوقف وصلا، شحمة الأذن يوفره، على قراءة نافع محياي وممازي. بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره، مرة أخرى فيكون وفره، يضرب منكبيه يعلو ظهره، يحلق رأسه لأجل النسك وربما قصره في نسك، وقد رووا لا تضع النواصي إلا لأجل النسك المحاص، أبيض قد شرب حمرة علت وفي الصحيح أزهر اللون ثبت، وفي الصحيح أشكل العينين أي حمرة لدى بياض العين. ولعلي أدعج وفسر بشدة السواد في العين يرى، وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سبط ولا بجعد الخبر. وعن علي سبط لم يثبت إسناده، وكان كث اللحية وأشعر الصدر دقيق المسروبة من سرة حتى يحاذي لببه النحر، وكان شفنا كفه والقدم وهو الغليظ قوة يستلزم إذا مشى كأنما ينحط في صبب من صعود يحط، إذا مشى كأنما تقلع من صخر قوي مشي مسرعا يقبل كله إذا ما التفتا، وليس يلوي عنقا تلفتا، كأنما عرقه كاللؤلؤ أي في البياض والصفاء إذا رؤي، تجمعه أم سليم تجعله رضي الله عنها وأرضاها في طيبها فهو لعمري أفضله، يقول من ينعته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله. اللهم صل وسلم عليه. ذكر وصف أم معبد له، تقول فيه بلسان الناعت أبلج وجه ظاهر الوضاءة، الخلق منه لم تعبه سجله كلا ولم تزر به من صعله، أدعج والأهداب فيها وطف من طولها أو غطف أو عطف. طيب، من جملة الأسرار في جمال الأهداب وكثافتها وكحلها، من جملة ما ذكر أهل العلم أن في ذلك، لأن العين عين كل شيء هي لبه وأحسنه، قالوا خذ العين من كل، فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين هو ذاك البؤبؤ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بإنسان عين الكون، النبي تحصل الرؤيا ومن سواه عمى، واضح؟ من سواه عمى، ولذلك ذكروا أن بعض من ينكرون المجاز ويأبون التأويل لما قيل له وكان هو ضريرا
قيل له وما قولك في قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل؟ قال إلا هذه فعلى المجاز. إن لو مشينا على قاعدته في الظاهر لحكم على نفسه عياذا بالله بالضلال. إذن فهنا التأويل حسن. فإذا قال أهل العلم لما كان صلى الله عليه وسلم هو إنسان عين الوجود فلا بصيرة إلا به صلى الله عليه وسلم، ولا هداية إلا على يديه ومن بابه إلى الله تبارك وتعالى، والعفو عند رسول الله مأمول، فكانت هذه العين محاطة بالأجفال الجميلة الكثة الحامية، وهم صحابته صلوات ربي وسلامه عليه. فالأهداف فيه صلى الله عليه وسلم إشارة لأصحابه الكرام، فمن طعن فيهم طعن في عين رسول الله، ومن مسنا فيهم مسنا بإنسان العين الذي نرى به. فتمام الرؤية برسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزام هدي صحابته وسلفنا الكرام. أدعج والأهداب فيها وطف من طولها أو غطف أو عطف، والجيد فيه سطع وسيم، والصوت فيه صحل قسيم، كثيف لحية أزج أقرن، أحلاه من قرب له وأحسن، أجمله من بعد وأبهى، يعلوه إذ ما يتكلم البهى، كذاك يعلوه الوقار إن صمت، منطقه كخرز تحدرت، فضل الكلام ليس فيه هدر، حلو المقال ما عراه نزر، لا بائن طولا ولا يقتحم من قصر، فهو عليهم يعظم، بنظرة المنظر والمقدار تحفه الرفقة بائتمار، إن أمروا تبادروا امتثالا، أو قال قولا أنصتوا إجلالا، فهو لدى أصحابه محفوظ، أي يسرعون طاعة محشود، ليس بعابس ولا مفند، بذاك عرفته أم معبد رضي الله عنها وأرضاها. ذكر وصف هند بن أبي هالة له، وسبق معنا أنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال وابن أبي هالة زاد لما وصفه مفخما وفخما، لوجهه تلألؤ كالبدر، معتدل الخلق عريض الصدر، عظيم هام واسع الجبين، فمنضلع أقنأ العرنين، يعلوه نور من رآه، إذ ما لم يتأمل ظنه أشم، مفلج الأسنان سهل الخد، أشنب بادل طويل الزند، عنقه يرى كشيد دمية، مع صفاء لونه كالفضة، أزج في غير قرن إذا غضب، بينهما عرق يدره الغضب، وسائل الأطراف رحب الراحة، ضخم الكراديس ذريع المشية. إذن هنا انتهى الوصف الظاهر. وكما قلت لكم، ما الذي جعل الصحابة يصفون هذا الوصف ويدققون مع أنهم ليسوا بمستوعبين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحميه جلاله أن يستوعبه الناظر إليه، ولكن مع ذلك من شدة حبهم ومعرفتهم بأن ذلك من القرب إلى ربهم دققوا حتى في بعض الأشياء التي قد لا ينتبه إليها الرائي أو من ليس متعبدا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدير ذاته الشريفة يظن أن الأمر لا يحتاج إليه. شوف مثلا ما وجه انتباههم لشيبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم عدوها حتى اختلفوا بين 17 و20 شعرة. هؤلاء وتظنونهم أنه الحب العاطفي فقط؟ هؤلاء علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا من الوحي أن ذلك من القرب إلى الله، وأنك كلما دققت في ذرات الجسد الشريف كان ذلك من التقرب إليه صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك جرى العلماء. ولذلك حينما تذكر شيبه إياك هنا تجي اليقين والعقيدة أن تعتقد بأنه عن هرم وشيخوخة وضعف جسد،
تخلفت بعض الغدد فخرجت الشعرات البيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح عن ذلك فقال شيبتني هود. اش معنى الحديث أولا؟ لست أشيب كما تشيبون. الله، هذا هو المعنى الأول. دعك الآن من تفاصيل رواية الأحاديث واللفظ الأصح وتصحيح الحديث بمجموع الطرق وأي الألفاظ الأصح، هل هود، هل ذكر الواقعة، هل... الآن دعنا من الصدر، خذي الصدر أولا. شيبتني يريد أن يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لست كما قال كهيئتكم حتى في تغير شيبي، فإن الداعي له عظمة ذي الجلال سبحانه، والتعبد إلى الله تبارك وتعالى، والقيام بين يديه، وحمل هم الأمة ألا تهتدي. لأني لما رأيت في هود وأخواتها ما أدرك الأقوام من قبلنا خشيت على أمتي لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كما ذكرنا إنك لا تهدي من أحببت، تحب أن يهدي الناس على الوجه الآخر في معنى الآية، واضح؟ فكأن الله تبارك وتعالى لا ينهاه عن أن يطلب الهداية لأحد، ولكن يخفف عليه في رغبته هداية كل أحد. هذا هو معنى قوله إنك لا تهدي من أحببت. وهذا هو وازع الشيب فيه صلى الله عليه وسلم، فهو كمال تجل لهيبة الله والرحمة بعيال الله. واضح؟ اللهم صل وسلم عليه. وستأتي الآن المعاني، الآن الوصف الظاهر، الآن الوصف الباطن المصطلح عليه بالأخلاق، ذكر أخلاقه الشريفة. قال رحمه الله تعالى: أكرم به خلقه القرآن، فهو لدى غضبه غضبان، يرضى بما يرضاه ليس يغضب لنفسه إلا إذا ترتكب محارم الله، إذا فينتقم كأحد فأحد لذاك أصلا لم يقم. إذا فانتقامه ليس عن غضب وقوة سبعية في نفس بشرية، معاذ الله، ومرتبط بالله، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه سبحانه. بعثه الرحمن بالإرفاق كيما يتم صالح الأخلاق، أشجعهم في موطن وأنجدا، وأجود الناس بنانا ويدا، ما سيل قط حاجة فقال لا، وليس يأوي منزلا إن فضلا. اللهم صل وسلم عليه. مما أتى درهم أو دينار، ما سيل قط حاجة. هذا في غالبه صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقول لا لعدم الوجود، لعدم الموجود، فهذا ورد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: قل لا أجد ما أحملكم عليه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون. إذا فقوله لا عرضا هذا قد يرد استثناء طارئا، وإلا فالغالب الأعم أنه صلى الله عليه وسلم إما أن يعطي بنعم وإما أن يعد بمضمونها، حتى قالوا كان من طلبه مالا يقول له اقترض علي وسأؤدي عنك، الله، حياء منه أن يقول لا أو أن يرد سائله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما كان يفضل في بيته مال، وهذا الذي أشار إليه الناظم هنا. ما سيل قط حاجة فقال لا، وليس يأوي منزلا إن فضل، لا يدخل ذاك المنزل إن فضل فيه درهم أو دينار، هذا هو معنى كلامه. مما أتى درهم أو دينار حتى تريح منهما الأقدار، أصدق لهجة وأوفى ذمة، ألينهم عريكة في الأمة، أكرمهم في عشرة لا يحسب جليسه أن سواه أقرب. وهنا جاء حديث عمرو بن العاص مما رأى من كثرة إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وحسن ترحيبه به، فظن في نفسه أنه أحب الخلق إليه، فقال: يا رسول الله أنا أحب إليك أم أبو بكر؟ وهنا انتهى الخلق وستأتي الخلق الأصدق. انتهى الخلق الأوفق وسيأتي الخلق الأصدق. فقال له: بل أبو بكر.
فقلت له يا رسول الله أنا أفضل أحب إليك أم عمر؟ قال بل عمر. فقلت يا رسول الله أنا أحب إليك أم عثمان؟ فقال بل عثمان. قال فاستحييت أن أزيد فسكت. يعني يريد أن يبقي على مثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظهر التفاوت لغيره، ولكن التفاوت معلوم. نعم. حياؤه يربو على العذراء في خدرها لشدة الحياء، نظره للأرض منه أكثر إلى السماء، خافض إذ ينظر، أكثرهم تواضعا يجيب داعيه، بعيد أو قريب من عبد أو حر فقير أو غني، وأرحم الناس بكل مؤمن وطائف يعروه حتى الهرة، يصغي لها الإناء غير مرة، كان أعف الناس ليس يمسك أيدي من ليس لهن يملك، يبايع النساء لا يصافح أيديهن بل كلام صالح، أشدهم لصحبه إكراما ليس يمد رجله احتراما، بينهم ولم يكن يقدم ركبته على الجليس يكرم، فمن بديهة رآه هابه طبعا، ومن خالطه أحبه، يمشي مع المسكين والأرملة في حاجة من غير ما أنفت، يخصف نعله يخيط ثوبه، يحلب شاته ولن يعيبه، يخدم في مهنة أهله كما يقطع بالسكين لحما قدما، يردف خلفه على الحمار على إكاف غير ذي استكبار. ولذلك من صفاء مذاهب المحدثين ألفوا في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا هم المحدثين، هذا هم أهل الحديث، أهل الحديث والأثر، ماشي المشوهين اللي صاروا عندنا في آخر الزمن. فألفوا في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإرداف العادي شنو هو المعنى الزائد؟ ولكن هناك معنى زائد عند أهل الحديث بحق، لأنهم جاوروا جسده الشريف واختصوا بخلوة معه مع قدره منيف، وربما سمعوا من الوصايا ما يكون له قدر كبير في الشريعة وفي التعريف. واضح؟ إذن فهذا الإرداف لم يكن يمر مرورا، ولذلك ذكروه هنا أنه يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، ويدل على كرامة لأولئك المردفين. ولذلك حديث معاذ كان يمكن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله، ولكن ماذا قال معاذ؟ كنت رديف رسول الله. ملحظ عند الصحابة فيه اتباع، فيه سنة، فيه محبة، فيه تقدير، فيه نصرة، فيه معنى عليك أن تتطلبه. واضح؟ ولذلك ذكروا الإكاف أنه كان لا يستكبر، الذي تهيأ كما سيأتي معنا في لباسه، الذي يتهيأ له في طعامه في لباسه، يعني يقضي به ولا يتكلف. ومنها فيما يركبه على دابته وهو الإكاف، فما كان يتكلف مثلا البردعة الوثيرة، إكاف يكون واحد ثويب بحال مرقع رقيق وقت، فهمت؟ لأن هذا ما معناه؟ لأن ما يوضع على الناقة يسمى رحلا، وما يوضع على الفرس يسمى سرجا، وما يوضع على ظهر الحمار أو الأتان يسمى إكافا. ما يوضع عليها قبل الركوب على ظهرها مباشرة. واضح؟ لأنه فيه معاني، منها ما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بالنظافة، أشياء يعني من هنا يتكلم العلماء عن عرق الدابة إن كان طاهرا أو كان، تختلف الأحكام. فذلك الإكاف إن كان يحجز فيكون له معنى فقهي، وإن كان كما قلنا رقيقا لأن من جرب الركوب فهو يؤذي في الذات ولا يتحمل، فيستنبط منه معاني الصبر، معاني التواضع، معاني عدم التكلف، معاني أنه يكون مع الناس على الحال التي هم عليها ولا يكلفهم رهقا ولا شططا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال غير ذي استكبار، يردف خلفه على الحمار على إكاف غير ذي استكبار، يمشي بلا نعل ولا خف إلى عيادة المريض، حوله الملا يجالس الفقير والمسكين ويكرم الكرام إذ يأتون، ليس مواجها بشيء يكره جليسه بل بالرضا يواجهه، يمزح لا يقول إلا حقا، يجلس في الأكل مع الأرقاء أو في الأكل مع الأرقاء، يأتي إلى بساتين الإخوان يكرمهم بذلك الإتيان،
قيل له يدعو على الكفار دوس وغيرهم من الفجار فقال إنما بعثت رحمة وليس لعان النبي الرحمة. وفي هذا أدلة كثيرة. بل سأل اللهم فاهد دوسا وأت بهم فأصبحوا رؤوسا. وقال في حنين اللهم اهد ثقيفا. ومن دوس كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لم يك فحاشا ولا لعانا، والحديث فيه ولا سبابا. لم يك فحاشا ولا لعانا ولا بخيلا لا ولا جبانا، يختار أيسر الأمور إذ ما خير إلا أن يكون إثما لم ير ضاحكا بملء فيه ضحكه تبسم يبديه يعجب مما يعجب الجليس منه فما بوجهه عبوس. وسبق أن تكلمنا معكم في معنى عبس وتولى، وأنها في أصح الوجوه على من كان حاضرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه هو أن يكون من عبس في من حضره. واضح؟ فهي عائدة لمن كان عنده من أكابر القوم عبسوا في وجه من أم مكتوم كأنه سيأخذ من وقتهم، وهذا محمد سيخالطنا بأراذل القوم، فعبسوا لعدم رضاهم عن المجلس. وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو العابس في أظهر الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلم، لأن ظاهر سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما بالبشر صلى الله عليه وسلم ولا يغضب إلا انتقاما لله. يعجب مما يعجب الجليس منه فما في وجهه عبوس. أصحابه إذ يتناشدون بينهم الأشعار يضحكون ويذكرون جاهلية فما يزيد أن يشركهم تبسما. فيقول سبحان الله سبحان الله، ويتعجب صلى الله عليه وسلم ويقول كلمة طيبة ويضحك ويصدق على الحديث الذي يقال له. ليس عنده كي تنقولوا احنا ذاك التحكار. واضح؟ كان سهلا صلى الله عليه وسلم. قد وسع الناس ببسط الخلق فهم سواء عنده في الحق، من تهر الخادم قط فيما يأتيه أو يتركه ملوما في صنعه للشيء لم صنعته وتركه للشيء لم تركته. يقول لو قدر شيء كان سبحان من كمله سبحانا، وفي الجلوس يحتبي تواضعا ومرة كالقرفصاء خاضعا. يعني الفرق بين الاحتباء والقرفصاء على القول بمن فرق بينهما أن الاحتباء يكون بالتوب والقرفصاء تكون باليد، أو أن الاحتباء يكون بالتوب واليد والقرفصاء تكون بالجلوس على الركب وجعل البطن عند الركبتين. واضح؟ هذا هو التفريق بينهما عند من فرق. مجلسه حلم وصبر وحياة يبدأ بالسلام من قد لقيا، ويؤثر الداخل بالوسادة أو يبسط الثوب له زيادة. ليس يقول في الرضا والغضب قطعا سوى الحق، فخذه واكتبي يعظ بالجد إذا ما ذكر، كأنه منذر جيش حذر، ويستنير وجهه إن سرا تخاله من السرور بدرا، يمنع أن يمشي خلفه أحد بل خلفه ملائك الله الصمد، وليس يجزي سيئا بمثله لكن بعفو وبصفح فضله، كان يحب الفال ممن ذكره وكان يكره اتباع الطيرة، وليس يجزي سيئا بمثله لكن بعفو وبصفح فضله، وكان يحب الفال ممن ذكره وكان يكره اتباع الطيرة. ذكر خلقه في الطعام والشراب. قال رحمه الله تعالى: ولم يعب قط طعاما يحضره يأكله إن يشتهي أو يذره، ولم يكن جلوسه متكيا في حالة الأكل ولكن مقعيا، تعجبه الذراع والدباء والعسل المحبوب والحلواء. الحلواء هنا عند أهل السير الذين كتبوا في الشمائل ليس كاصطلاحنا الآن. الحلواء هو كل ما عولج بالحلاوة. يعني مثلا أنا في الأعراف ديالنا داخل في الحلو مثلا نقولوا اللحم بالبرقوق، هذا من الحلوى. فكل ما عولج بالحلاوة داخل في الحلوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك، الفاكهة الحلوة العسل، لأنه لم تكن في عهدهم هذه المركبات. واضح؟ فيحمل الحلوى على كل ما عولج بالحلول، داخل فيها الحلول.
إلا وصلتي شي الحماد مشماش شي حاجة الله يسلمك. زيد سيدي فيك. ويأكل بالطبيخ. نعم. ويأكل البطيخ والقثاء برطب يبغي به الدواء يقول يطفي برد ذين حرذا وكل إرشاد فعنه أخذ. شوف هنا هذه الكلمة من الحافظ رحمه الله بين أن هذه الأمور ليس فيها أمر أو نهي، هي إرشادات إما لما هو أحسن علاجا وتداويا وصحة أو ما هو أوفق أدبا، فهمت؟ وليس فيها الأمر والنهي أو الاتباع المحظور. واضح؟ يجي شي واحد عزيز واحد فيه السكر يقول لي كل عصرها الرسول كان فيه، لا، هذه إرشادات لا تخرج بها عن حيزها. واضح؟ أنت بغيت النبي صلى الله عليه وسلم علم ليحييه وأنت تريد أن تقتله خالفت القصد النبوي. يأكل بالأصابع الثلاثة يلعقها لقصد ذي البركة يبدأ بسم الله ثم يختم بالحمد في شرب وأكل يطعم يشرب في 3 أنفاسا يمص فهو أهنأ اختلاسا لم يتنفس في الإناء إذ يشرب يبينه عن فيه فهو أطيب يشرب قاعدا ومن قيام لعارض كزمزم الحرام وشربه من قربة معلقة دل به للرخصة المحققة. وهنا جاءت أم سليم فلما رأته شرب من القربة قاطعت موضع شربه وخبأته تتبرك به وتداوي من أتى إليها من أجله. وشربه من قربة معلقة دل به للرخصة المحققة يناول الأيمن قبل الأيسر إلا بإذنه لحق الأكبر والبارد الحلو يحب شربه واللبن استزاد إذ أحبه يقول زدنا منه فهو يجزي عن الشراب والطعام المجزي. ذكر خلقه في اللباس يلبس ما من الثياب وجد من الإزار والقميص والرداء وبردة وشملة وحبارة وجبة أو فقباء حضارة لبس أيضا حلة حمراء فزادها بحسنه سناء وربما ارتدى الكساء وحده ليس عليه غيره لم يعده وربما كان الإزار وحده ليس عليه غيره بعقده وربما كان عليه مرط مرحل يقنع لا يشتط وربما صلى بثوب واحد ملتحفا به بغير زائد لا يلبس القميص والإزار بل فوق كعبيه لا يسبل القميص والإزار بل فوق كعبيه هما اقتصارا بل ربما كان لنصف الساق تواضعا لربه الخلاق يلبس ثوبه من الميامن ونزعه بالعكس للتيامن. شوف هنا لما جاء بقضية نصف الساق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ولم يكن عنده توسع في اللباس أصلا لأنه كان يعيش عيشة قومه وهم إلى الخصاصة أقرب. ولا نقول بأن رسول الله كان فقيرا بل هو أغنى الأغنياء صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولو أراد كنوز الدنيا بل راودته الجبال الشم من ذهب كما قال سيدنا البصيري فأراها أيما شمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بل كان مسكينا بمعنى الذل لله. نسأل الله لنا ولكم تمام التذلل له سبحانه في غير ما زلة ولا علة ولا قلة. الله. فذكر ثم قال بل ربما كان لنصف الساق لقلة التوسع عندهم في الثياب. فهو صلى الله عليه وسلم كان ربما عنده الثوب الواحد وعنده ثوب لا يكاد يغطي جسده فيقبله لا يقول بأنني أنا أحتاج إلى مال وأنا لم أجد الثوب الوفير، لا، كان يلبس ما يتيسر. وهنا يظهر لك أن ثمة خلالا في فهم التسنن بهذه الجزئية في قضية نصف الساق أو إلى الركبة. هناك أخطاء يعني كما قلت لكم تأخذ السنة دون هدي رسول الله فيها ودون عادات بيئته فيها صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم مر معنا في الفقه. بل ربما كان لنصف الساق تواضعا لربه الخلاق يلبس ثوبه من الميامن ونزعه بالعكس للتيامن كانت له
ملحفة مصبوغة بزعفران أو بورس ينبت يقول عند اللبس باللسان الحمد لله الذي كساني ما يستر العورة من لباسي مع التجمل به في الناس ويصعد المنبر إذ يشاء برأسه عصابة دسماء قيل دسماء سوداء لونها وقيل دسماء من كثرة ما كان يدهن بالزيت ويأخذ بالطيب فيبقى فيها أثر دسم وعلى كلا الوجهين الشراح ويصعد المنبر إذ يشاء برأسه عصابة دسماء ونعله الكريمة المصونة الله الله طوبى لمن مس بها جبينه. يا شباب من العراق المحدثين لما ذكر النعل الشريف وهي في آخر ما يتعلق به وذكرها في أخلاق في لباسه صلى الله عليه وسلم وهذا من جزئيات ما ذكرنا في افتتاح المجلس أنهم كانوا يجلون كل شيء تعلق بالجسد الشريف ومن مثال ذلك ومن المثال حديث النعال فألف فيها العلماء مصنفات وقصائد ورسوم وأشكال بل هناك أسانيد صحيحة على ثبوت التوارث لبعض نعاله الشريفة. ومن مآثر أهل المغرب أن إدريس الأكبر مولى إدريس الأكبر جاء وعنده نعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما زالت تتوارث في أهل المغرب ولما خيف عليها جعل على مثالها لذلك سنجد أن الحافظ العراقي سيذكر وصفها. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تصل إلى نقول مثلا إلى حماره صلى الله عليه وسلم مثلا لا تستطيع أن تصل إلى 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 شعره صلى الله عليه وسلم مثلا ولكن النعل يمكن أن تنسج عليها أن تخيط مثلها فذكروا وصفها بمعنى أنه كلما استطعت أن تتشبه أو أن تصل إلى شيء ولو بإسناد نازل أو بمثال ماثل فافعل فإن شبيه الشيء قريب من الشيء ونية المؤمن أبلغ من عمله. ولذلك كان من عجيب ما فعل بعض المسلمين في بعض البلاد كانوا يجعلون على عمائمهم وعلى طواقيهم وما يوضع على رؤوسهم مثالا نعل الشريفة حتى تبقى نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما فوق رأسه تبقى ذاك سميت هذا الطربوش ديالهم طربوش هنا فيه واحد الشكل سيأتي معنا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالها كما سيأتي في وصف الناظم مرسوم هنا منسوج إما مخيط ولا مطبوع تعظيما منهم لشيء من الرسول صلى الله عليه وسلم. أصل ذلك فقبضت قبضة من أثر الرسول الله هذا أصلها في القرآن. ولذلك ما زال حتى أهل الجاهلية يعظمون واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولذلك من رحمة الله بالأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر أثره في الأرض الصلبة دون اللينة على عكس البشر. ولو حفظت هذه المعجزة فيه لعجز الناس عن زيارة مدينته لأنه كل ذلك سيكون مقدسا يتبرك بآثاره لأن قد حفظت آثار إبراهيم عليه السلام التي هي قبله بسنين واضح بقرون فكيف به صلى الله عليه وسلم وقد أحيط به من يحفظها ناهيك عن حفظ الله لها. إذا فالأصل ثابت ولكن غيب منه من تجليات النور ومن تجليات جل رحمة بنا وشفقة علينا. إذا أولا نتغيى قبضة من أثر الرسول أوليس فيها بركة أوليس فيها ما يرجى بنية المؤمنين إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعلي الله شأنه وكيف لا يكون ذلك وكما قال أهل العلم وهذه نعل كان رسول الله يخيطها بيده يخصف الأعلام وكان يلبسها في قدمه ولما وطئت رجله قدمه الشريفة بها الأرض
صارت مسجدا وطهورا وقلنا ودواء بتربة أرضنا ورقة بعضنا يشفى مريضنا. كيف لا وقد قال أهل العلم هذا موسى الكريم، ولما جاء الوادي المقدس قال الله تعالى له فاخلع نعليك. قال أهل العلم فيه تعظيم لنعلي النبي، وإلا لما خلد ذكرها في القرآن كما ذكرت عصاه وكذا، فكل ما اتصل بالكريم معظم. هي ليست نعلا عادية، ولكن لأن ما سيقبل عليه أكثر عظمة خلعنا عليك إنك بالوادي المقدس. والأصل في السكوت عن الشيء عدم وقوعه، فرسول الله لما عرج به لم يذكر في الأحاديث ولا في الآيات أنه قيل له اخلع، والأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا تلك النعل وطئت ما لا يقدر قدره إلا الله، إذا فهي ليست نعلا عادية، ولذلك يذكرها أهل العلم. وعلى الأقل إن لم يجدوها تتبعوا محياها ومثالها، ولذلك صنف العلماء في مثال النعل الشريف. وهناك مؤلفات كثيرة تسمى تمثال النعال، ما بقوش النعال ولكن تمثال النعال، اللي القصائد والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها. ولذلك من مكارم سيدنا عبد الله بن عباس بن مسعود أنه كان صاحب النعلين. لو لم تكن ذات شان، وهي ذات شان، نحن الآن نبين لمن مات قلبه وغلظ حسه وضعف إيمانه ومات لرسول الله تقديره، لماذا عظم بها سيد خص بها ولماذا لم يؤثر بها غيره؟ فاللهم لا تحرمنا بركة نعل نبيك، واجعلها يا رب فوق رؤوسنا وفي قلوبنا وفي ذواتنا وفي ظاهرنا وباطننا. وكان سيدنا أنس إذا جاءه الضيوف هيأ لهم الخوال، وهي المائدة ليس عليها طعام، ثم يأتي بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا قراكم، ويجلسون يتأملون في النعل الشريف صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ليست نعلا عادية، هذه كانت معه صلى الله عليه وسلم فين؟ في السماوات العلى. إذ ما زاغ لما كان قاب قوسين أو أدنى، لما رأى من آيات ربه الكبرى عند صريف الأقلام عند سدرته. هذه كلها كانت رفيقة رسول الله. وتجي تقول لي لا هذا الشيء عادي ولا غير وصفها كذا من جلد سبتية أي ليس عليها شعر. ولذلك من تعلق المغاربة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجعلون تفصيلة البلغة هذاك العظيم ديال التحتاني على مثال النعل الشريف. إلا لاحظتوا ديك البلغة ماشي جاية كطويلة ولا عريضة، فيها واحد هكا عاد تضيق هنا عاد تدير عاد تجي تقلق منها. هذيك القمقمة ما عندها حتى حاجة، ما تندخلوا فيها الأصبع، ما تمشي لها لا الوسطاني لا الكبيرة، لأنها تحاكي مثال النعل الشريف. ولذلك ذكر من أمثلتها أنها في لونها أنها كانت صفراء وكان المغرب تخدم. إذا ديك السميلة ديالها قريبة من هيئتها هي في الفوق ماشي بحالها، لأن هي كان لها كما سيأتي معنا كان لها الخيطان من فوق كما سيأتي في وصفها، ولكن ذاك الهيكل ديالها السفلي قريب من ذلك المثال، لأنهم يختلفون في عرضه فقط، واضح؟ ولكن الشكل الهندسي قريب منها، عريضة من هنا عند الأخمص تضيق تعاود تزيد تعرض شي شويه وتيكون عندها القمقم مثلث من الامام. هذا يحاكي مثال النعل الشريف. اذا باش تعرفوا الشمائل باش نقراو الحديث كانت نعلوه تيوصفها بحال احنا بغينا نمشيو نبيعوها بالجوطيه عياذا بالله، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك شوف سيدنا الحافظ العراقي هذا من المحدثين هذا ما اهل السنه والاثار. ونعله الكريمه المصونه طوبى لمن مس بها. شكون هذا اللي مس بها جبينه؟ بمعنى كان من أدركها يتمسح بها، ومن لم يدركها فلينظر كيف يمسح بها جبينه، إما بمثالها أو باستحضارها بنيته ويمسح. لأن
ذلك مظهر من مظاهر تعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما اتصل به. ذلك من تمام سنيتك وسلفيتك. ولا ما عندكش هذه الجزئيه، راه ما عندك سلفيه، ما عندكش سنه، راهي كتلعب، راه عندك قشور ظاهريه، عندك شويه امنت ببعض الكتاب وكفرت باغلبه. هذا هما اللي قلت لكم اتخذوا ذي عظيم. ها؟ ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينه لها قبالان بسير وهما. أنا كنت جايب معي واحد الكتاب ديال ابن الطيب الشرقي في مثال النعل الشريف، سبحان الله العظيم نسيته تركته في البيت، ولكن كنت حطيت التليفون. ها هو الشكل اللي تيديروه شفتوه واو عجيب عجيب. هذه ديك الارضيه ديالها واه اللي يا العلماء الان مطرزينها بالابيات بالمدائح التوسلات. هذا شكل اخر. تكتب البلغاء. لا راه كاين واحد الشيء لانه هما اختلفوا. هذا شكل، هذا الشيء كله في مخطوطات عتيقه، مع وجود بعض المتاحف التي فيها نعلون يقال بانها تلك الموروثه عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لكم وكان من محاسن العادات حتى عندنا في المغرب، كان هذاك اللي تيديروا ديال الذهب اللي تيديروا في السدر، كانوا تيديروه اما تيبقاو دايرين ذاك المصحف ديال الذهب سميتو مصحف ولا ماشي مصحف، في شكل المصحف يتبركون به. ولا شكل البلاغه، البلغه ماشي البلغه هذيك، راه النعل النبوي. الله تيديروه على شكل النعل النبوي. خلي ديك البلغه اللي ولاو تيديروا البلغه كاع كلها هي هذيك، ولكن هما كانوا تيديروا شكلها وتيديروا بحال نعم، وتيديروه في باب البيوت وتيديروه في النساء بالزيت، اما تيديروه في باب الدار ولا تيدير زعما دائما رسول الله فوق رؤوسنا نعله ناهيك عنه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والذي يعظم النعل حيث تقول لي قال رسول الله كيف ستكون استجابته؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك لا تستغرب هذوك اللي ولاو الان تستهنوا بالسنه وتيقول لك كذا وتاريخيه النص وكذا، لانه نشأوا على الاستهتار بهذه الاشياء، فنقلهم الشيطان الى الاستهتار بالاصل كله. نعوذ بالله. ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينه لها قبالان بسير وهما سبتيتان سبتوا شعرهما. هو شرح لك سبتيتان سبتوا، يعني أصلها من الجلد فيه الشعر، سبتوهما بمعنى أزالوا، تيخليوها ملطة، تيحيدوا لها هذا الشعر. إذا قبالان اللي هما دوك جوج السيور تيكونوا خارجين من جهة الصبع، واحد تيكونوا شادين هنا القدم، تيكونوا جوج جايين هكذا. وطولها الآن الطول وطولها شبر وإصبعان من المتوسط، شبر وجوج صباع. طيب تتعبر شبر في الطول ديالها هكا، انت تجي تدير جوج صباع هكذا، ماشي هكذا، جوج صباع هكذا. إذا من هنا لجوج صباع هذاك هو الطول. طيب وطولها شبر وإصبعان وعرضها مما يلي كعبان. العرض الأول لأن غادي يجيو عندنا ثلاثة المقاسات، مما يلي القدم الكعب ومما يلي الأخمص ومما يلي الأصابع. وعرضها مما يلي الكعبان 7 أصابع. واضح؟ إذا هنا بدنا نديرو هكذا في العرض، ندير هكذا مع شايف ما شاء الله. العرض ديالها. طيب ما شاء الله. وطولها شبر وإصبعان وعرضها مما يلي الكعبان 7 أصابع وبطن القدم 5. ناقص جوج عندك مع العبارات هكذا، ذاك الوسط مما يلي الأخمص. وفوق ذا فست فاعلمي، قدام 6 ولكنها مقمقمة. ورأسها شوف، ورأسها محدد، هاي ديك اللي قلنا ورأسها محدد. إذا هذا من الوراثة والإسناد، باش تعرف العلماء كيف كانوا يرون هذا ويتوارثونه. وطولها شبر وإصبعان وعرضها مما يلي الكعبان 7 أصابع وبطن القدم 5. وفوق ذا فست فاعلمي ورأسها محدد وعرضها بين القبالين إصبعان اضبطهما. هذوك القبالين اللي قلنا في الأول عرض ما بينهما إصبعان. وهذه هو يقول هو راضي اللي قلنا شوف، وهذه تمثال
تلك النعل أي تقريب لشكلها مثالها. أنت إلا ما عندكش هي تعبد إلى الله بمثالها. واضح؟ وانسجه واجعله في بيتك بركة ذكرى وقرب إلى الله تبارك وتعالى. واضح؟ ولذلك إلى عهد قريب كنت شكون اللي كان معايا في المعرض وقلت لي شري هذيك، كنت تتبع واحد التصويره فيه، وانا نقول كان معايا شي حد في الطلبه وشرينا عندي انا في الخزانه. وهذه تمثال تلك النعل، وهذه تمثال تلك النعل ودورها أكرم بها من نعل. اللهم صل وسلم. ذكر خاتمه صلى الله عليه وسلم. خاتمه من فضة وفصه منه ونقشه عليه نصه. محمد سطر الرسول سطر الله سطر ليس فيه كبر. وفصه لباطن يختم به وقال لا ينقش عليه يشتبه. يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار كلاهما في مسلم. ويجمع بأن ذا في حالتين يقع أو خاتمين كل واحد بيد ما كما بفص حبشي قد ورد. ذكر فراشه. فراشه من أدم وحشوه ليف فلا يلهي بعجب زهوه. وربما نام على العباءة بثنيتين عند بعض النسوة. بثنيتين أن حينما نام يثنيها مرتين، وأن هذا لا يخرج إلى حد الترف. ولذلك لما نام عند بعض أهله فطوته له على 4 سأل فقالوا هذا وطاؤك، فقال أرجعوه كما كان فقد ألهاني عن صلاتي. طبعا هذا يفهم على أن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حاشاه أن يلهى عن صلاته، ولكن كأنه يقول انتبهوا من الوثير الوفير فإنه سيؤدي إلى ذلك فيكم، وإن لم يؤدي فيه صلى الله عليه وسلم. هكذا يفهم هذا الحديث. وربما نام على الحصير ما تحته شيء سوى السرير. ذكر طيبه وكحله. الطيب والنساء حبب له ويكره الريح الكريه كله. وطيبه غالية، اسم طيبه غالية. كيفاش كان هذه غالية؟ كان أحد شيوخنا تمشي عند واحد من العطور تيقول لي هي الغالية كما وردت في السيرة، هو سيذكرها الناظمون. وطيبه غالية ومسك والمسك وحده كذاك السك. بخوره الكافور والعود الندي وعينه يكحلها بالإثمد. يذكرون بأن الغالية كان يخلط من المسك والعنبر والعود والكافور بطريقة معينة تخلط هذه الربعة، فكان هذا هو عطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسمى الغالية. اسم عطر رسول الله غالية. واضح؟ هذا هو اسمه. علاش؟ لأنه لم يكن لأن كان له الطيب المفرد والطيب المركب. المفرد حتى نقول العود بوحده، المسك بوحده، هذا مركب، هذا المركب اسمه غالية. الكافور المسك والعود والعنبر والكافور. بخوره الكافور والعود الندي وعينه يكحلها بالإثمد. 3 في العين للإيتار وروي 2 في اليسار. ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم. عرق شديد حرق بارك الله. الله يجزيك. الله يجزيك.